الخبزة العجيبة ترسل 63 شخصا إلى المستعجلات. صرحت المديرة الإقليمية لمستشفى بن مسيك بمدينة الدار البيضاء أن عدد المصابين بالتسمم الغذائي ارتفع إلى 63 حالة إلى غاية مساء أمس. وترجع أحداث هذه الواقعة إلى ظهر يوم الأربعاء 4 شتنبر الجار، عندما بدأت الحالات بالتوافد على قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بن مسيك بسبب تناول الخبزة العجيبة، وهي وجبة تتكون من الأرز والبيض والبطاطس. ووفقا للمديرة الإقليمية، فقد غادر جميع المصابين المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، إلا أن 5 منهم ما زالوا يتلقون العلاج بسبب تقدمهم في السن وعدم استقرار حالتهم الصحية. وأضافت أنه قد تم فتح تحقيق في الحادث، حيث جرى إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة من لدن وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الداخلية لتحديد السبب الدقيق للحادث. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي.